قدمنا لكم مع القرآن الكريم والأنت والاختبارات في وراء العشاء غير يصلي. السلام عليكم ورحمة الله. أول فلوج في أول فلوج بعمله النهاردة هحكم على التمرينة عن بنش بريس سكوات ديد ليفت وشوية اكسسوارات. اللي ما يعرفش أنا بلعب باور ليفتنج، فبالنسبة لي اسمها. طيب احنا كده خلصنا تسخين، ودلوقتي هنبدأ أول شكل. عندنا بنش بريس أوزان تقيلة. ده تاني أسبوع من بعد آخر بي آر. المفروض إن نلعب ب 50 50 و50 في كل ناحية. فهنطلع دلوقتي تدريجيا. هيبدأ نسخن الأول عندي 3 ل 4 مجاميع تسخين. هنبدأ أول شكل بنش بريس. طيب أول مجموعة سخنت الوزن فاضي، عملت تاني مجموعة تسخين بوزن 20 في كل ناحية. نعمل 5 عدات، نعمل كيرف، اعدل ظهرك، خد نفس. ثبت رجلك كويس. ثالث مجموعة تسخين نبدأ نستعمل فيها الطباشير عشان موضوع على الإيد بيخلينا نمسك في البار كويس. الحمد لله جت سهلة. نبدأ نركب الحبل ده الريستاند باند هنا علشان بيخليني ما اتزحلقش من على البنش وانا بلعب، ودي اهم حاجه في البنش بريس، ان انت تبقى ثابت كويس. الراحه عندي بتبقى من 4 ل5 دقايق في كل مجموعه، بس انا بخلي برضه الراحه تدريجيا زي الاوزان. فمثلا من اول مجموعه وتاني مجموعه بريح تقريبا دقيقتين او اقل من كده، لان هي من وزن فاضي لغايه 20 كيلو في كل ناحيه، فمش محتاج اريح كتير. لكن مثلا دلوقتي انا داخل على اخر مجموعه تسخين 40 و40 في كل ناحيه. فوقت الراحه مثلا بيبقى 5 دقايق. اخر مجموعه ببدا البس الحزام عشان ازود الضغط في منطقه الكور. ده بيساعدني ان جسمي يبقى مشدود كويس وانا بلعب. عموما الاول ما كنتش معترف بموضوع ان انا البس حزام في البنش بريس، بس دلوقتي عرفت ان دي حاجه مهمه. ان شاء الله المايك ما ينزلش حال البار. ايزي. دي اول مجموعه 50 و50 في كل ناحيه. دي هي اتقل مجموعه النهارده. على طول لما تيجي تصور نفسك الاحسن لو تسند الجنب عشان تشوف مسار البار ماشي صح. هيبقى احسن زاويه تصوير عشان تيجي تراجع التكنيك بتاعك يبقى بالجنب. بسم الله ان شاء الله عدى سهله. تعالى اقف جنبي واعمل معايا لكو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا كابتن باسم؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. دلوقتي عايزين بس نعرف انت هنا مهنتك ايه في الجيم؟ انا مدرب. تمام. اسم الجيم ايه؟ اسم الجيم او فيتنس. تمام تمام تمام. شغال هنا بقالك كام سنة؟ لا مش عارف، تقريبا سنتين. سنتين سنتين. تقريبا. تمام. آم، تاريخ ميلادك امتى؟ 2005 14/9/2005. تمام، ده بعد كام يوم. تمام. ساكن فين؟ احنا قاعدين هنا في هرم سيتي، في كومباوند هرم سيتي. صح ولا ايه؟ ايوه. بس في 6 اكتوبر. تمام تمام. حابب تقول حاجة تانية قبل ما نقفل اللقاء؟ لا كله تمام. حابب اقول ان ده ابن المدير اصلا. سلام. طيب بعد اللقاء العبثي اللي حصل ده نكمل تمرين. عندي تاني مجموعة 45 في كل ناحية. عدتين ان شاء الله. الصراحة مش عارف اول فلوج ده المفروض يطلع ازاي، بس انا بعمله بشكل عشوائي ونشوف النتيجة في الاخر. طيب البداية دي هتبقى اخر مجموعة بنش بريس 42 ونص كل ناحية، 5 عدات. آه، انا ما بقاليش كتير بلعب باور ليفتنج، تقريبا ده ثالث شهر ليه، يعني 6 شهور. مش كفايه ان انا يبقى عندي خبره كبيره في الباور ليفتنج، بس انا ماشي على النظام ده من ساعه ما بدات، واوزان بتتطور. بعمل بي ار جديد تقريبا كل 5 ل6 اسابيع، فحاولت اغير حاجه في النظام، ماشي عليه زي ما هو من اول ما بدات. الحمد لله شغال نتائج كويس. يمكن هي بطيئه علشان قله الخبره، بس قريب ان شاء الله افكر اكون مع حد بقاله فتره في الباور ليفتنج كمدرب يعني، شارك معايا يعني. لان هي اصعب جدوله للتمارين كله هي جدوله الباور ليفتنج، عشان انت بتركز على ان انت تزيد عنصر معين اللي هو عنصر القوه، مش اي نظام عشوائي هينفع معاك. طيب دي اخر مجموعه في البنش بريس. احاول في الفتره اللي انا فيها دي ان انا اركز على التكنيك بتاع البنش بريس، احاول اظبط الليج درايف في نفس الوقت. هي فتره درود يعني، طابر درود ان انا مخفف اوزان عن ما بلعب في العادي. لما بخلص دي ار جديد برجع اعمل درود اسبوع، اوزان خفيفه جدا واطلع بالوزن تدريجيا. المجموعه اللي فاتت كان في حاجه في الجيش الشمال غلط، بس المره دي هحاول اظبطها من ناحيه المسكه. خلاص عديت. خلاص كده هنبدأ نريح 5 دقايق. وعندي سكوات النهارده، عندي سكوات ليفت أوزان خفيفة. عندي الاتنين بيبقى فيه بوز سكوات بثبت تحت 5 ثواني، وورد بوزنج ديد ليفت بثبت تحت 3 ثواني قبل ما أطلع بالوزن. من ناحية بس إن إحنا نحسن التكنيك فيها، مش بستهدف إن أنا يبقى في أوزان عالية في أنا أصلا عموما عندي مشكلة مع السوشيال ميديا. مشكلة مع السوشيال ميديا ما بحبهاش. يعني انا منزل، انا كنت ماسح تيك توك سنتين، قررت ان انا انزله، بس قلت فاهم بنزل عليه بس محتوى من غير اغاني وكده.
كده أول مجموعة تسخين خلصت، هي بس بتبقى عشان نسخن نكسر الركبة مش أكتر. وعندي هنا 3 مجاميع تسخين. أول مجموعة ب10 6 عدات، من تاني 3 عدات ببدأ أعمل اللي هو البوز سكوات أثبت تحت 5 ثواني. المجموعة التانية هتبقى 20 و20 في كل ناحية، بعمل بيها تقريبا 3 ل5 عدات. البوز سكوات بريح تقريبا 4 دقايق. طيب بعد المراجعة اتأكدت إن ده مش 30، المفروض ألعب ب25 عدة واحدة. هنرجع تاني نلبس حزام، ركز في البوز سكوات، نقف تحت شوية، مش هنطلع على طول، لازم أهيئ نفسي الكلام ده عشان أنا بنزل وأبقى حاسب إن أنا طالع تاني. لازم أثبت شوية. ماشي. حاجة بلاحظها لما بظبط نفسي وأنا بلعب بسكوات، إن أنا وأنا طالع بالبار بحس إن البار فاضي. غير كده فلما بظبط نفسي وأنا طالع بشيل الأنراك يعني في الأول، بتبقى أول ما أحس إن الوزن سهل خلاص عرفت إن العدة دي هتيجي مظبوطة. وكمان الموضوع ده بيحسسني كمان إن أنا حاطط الكلابس في المكان صح فبطلع صح، ما أحسش إن في جزء مايل عن جزء. دي برضه حاجة مهمة، وللأسف إحنا في الجيم هنا ما عندناش راك سكوات، إحنا بنلعب في ظهر السميث حرفيا. ف راك السكوات هنا وحش جدا، مفيش أي سيفتي، تنزل أنت وحظك بقى أو تطلع، مفيش أي سيفتي، مفيش أي طريقة إن أنت تلعب سكوات في أي جهاز تاني. فالمفروض تقريبا 45 دي، مش فاكر عدى ولا عدتين، محتاج أتأكد. عموما أنا بستعمل برنامج اسمه هيفي، بسجل عليه الأوزان والتمارين، بقالي عليه تقريبا 700 تمرينة ولا حاجة وممكن أكتر، فبقالي عليه سنين كتير. ده اللي بسجل عليه كل حاجة، تمارين مجاميع أوزان، حتى الناس اللي بمرنهم بستعمل معاهم نفس البرنامج ده عشان بسجل البرنامج كله عندهم على التليفون. بحاول أنجز. أنا أصلا النهاردة المفروض يوم أجازة من الشغل بس أجي أتمرن، دي حاجة غلط جدا محدش يعملها، إن أنت بتبقى محتاج تفصل بس تلاقي نفسك بتكمل. المجموعة السكوات هي مجموعتين بس الأساسيين عندي في السكوات. المجموعة اللي جاية هتبقى 30، نزلت من 45 ل 30 كيلو في كل ناحية. بعمل بيها 4 عدات. أربع عدات سكوات، تحس إن أنت لعبت خلاص. هنخش آخر حاجة في التمارين الأساسية اللي عندي تقريبا، لا الأساسية، لأن الباقي عندي اسمه إكسسوارات، أنا مش بعتبرها حاجة مهمة أوي يعني. ممكن أمشي وأسيب الجيم عادي ما أكملش بقية الإكسسوارات لو أنا ورايا حاجة، بس عموما هي مهمة عشان هي اللي بتساعدك تقف تمارين أساسية. تراي بالروب أوفر هيد وبوش داون، وعندي لاتر ريز على خلص أوزانك ورجعها، ده يمكن أهم من التمرين. هيجي بعدك مش مضطر إن هو يشيل أوزانك. ديد ليفت برضه بدأت تحت 3 ثواني، والمجموعة ديد ليفت 6 عدات برضه نفس الموضوع، أول 3 عدات بسرعة، التلاتة اللي في الآخر بثبت تحت.
يعني مجموعة تسخين مش ب30 في كل ناحية، بجيب بيها 3 عدات. 35 عدة واحدة. نقعد نريح دقيقتين. مشكلة إن أنت بتلعب باور ليفتنج إن أنت بتحاول الجيم، يعني التمرينة مثلا واخدة مني تقريبا ساعتين، كده كده الوقت بتتأقلم، بتتعود إن أنت خلاص أنت عارف أنت جاي تعمل إيه، فبتاخد تمرينها أقل حاجة ساعة ونص بس. الوتر بتاع الصباع ده فيه وجع، هو شادد أصلا، وصل فيه التهاب تقريبا أو حاجة زي كده، فبحاول ما أبص على إيدي جريب. جربت كل المسكات تقريبا، بس أكتر حاجة نفعت معايا الهوك جريب. اتعودت عليها كانت الأول بس اتعودت. آه، مش مهم، شوية وجع زيادة. هنبدأ دلوقتي تراي اوفر هيد بالحبل. بس تقريبا كان ناقص لي عدة ونص كده على الفيلير. تاني مجموعة. عايز اروح. حضرتك ظهرتي في الفيديو مسوي حالا. طيب التمرين اللي جاي هيبقى مثلا ريز على الماشين، فصعب قوي انك تكسر وزن في الرفرف الجانبي، بالذات لو انت بتحاول تركز على التكنيك اكتر. اخر تمرين تراي روت بوش داون. اخر حاجة نعمل استرتشات عشان نفك عضلاتنا، حرفيا يعتبر لعبت الجسم كله. انا جاي بقى. بس كده أنا خلصت تمرين، وكده يبقى خلصنا تمرين. معانا التوأم. إيه، تحياتي لباسم. هما توأم بيعملوا نفس الكلام. خارج الجيم الساعة 5:30، خارج منه الساعة 9. الساعة 9. وده مشكلة إن أنت تبقى باور ليفتر. حاولنا نكون خلصنا فلوج النهاردة، إن شاء الله التمرين تعجبكم. ده أول فلوج ليا، في طبيعي إن أنا أبقى. أنتوا رايحين فين؟ أنتوا رايحين فين؟ بس فرب يكون الفيديو عجبكم. اضطر نقفل هنا لأن أنا دلوقتي هروح آكل، بقالي كتير ما أكلتش. و تصبحون على خير.